حدوتة النهاردة يا ولاد عن ازاي زقلط بياخد كل سندوتشات العيال الصغيرة. زقلط ده البلطجي بتاع المدرسة، بس انا النهاردة قررت ان انا ما اسيبلوش سندوتشاتي ابدا. شوفوا معايا لاخر القصة واعرفوا ازاي انا هغلب زقلط. ايه ده عامل صور في كل حتة في المدرسة، وزقلط حاول يجري ورانا بس ما تخافوش انا عرفت استخبى ورا ازاي، وقعدت انط على الكتب لغاية اما وصلت لاخر حتة بعيدة عن زقلط. تعالوا نشوف كده هو معلق لوحة في كل المدرسة وفرحان بنفسه قوي كده ليه، بس انا برضو عرفت ابعد عنه. شوف انا دخلت فين. ايه ده ايدين زقلط طالعالي في كل حتة، دي عايزة تاخد سندوتشاتي. انت يا زقلط مش هتعرف تاخد سندوتشاتي، انا اسرع منك انت راجل. مش هتعرف تاخد مني اي حاجة. بص انا بجري ازاي وبنط بعيد عنه. ايه الشطارة دي؟ يلا يا زقلط اجري ورايا، يلا يا زقلط اجري ورايا، مش هتعرف تمسكني ابدا ابدا. انا هدوس على كل الزراير دي عشان اعرف اخرج من الباب اللي بيهربني بعيد عنك، واقعد اكل سندوتشاتي بقى اخيرا في حتة هادية. انا مش عارف اروح فين. ايه ده؟ زقلط بيحكي لي قصته انه هو صغير كان في بلطجي تاني اقوى منه، وكان بيضربه وعلمه ازاي ان هو لازم يقف ويحافظ على نفسه. زقلط كان ضعيف وهو صغير، بس لما اتمرن كتير عرف ازاي يغلب البلطجي التاني. انا كنت فاكر انه هيبقى راجل طيب، بس واضح ان هو بقى بلطجي زيه. وانا كمان هقف لنفسي وادافع عن نفسي ضد زقلط. العيال كلها عمالة تشجعني عشان اغلب زقلط، بس انا هشوف بقى هعرف اضربه ولا ايه. بصوا، هو مش عارف يقرب مني عشان أنا عمال اجري منه، بس في نفس الوقت هفضل اضربه وهو مش هيعرف يضربني. هو بيحدف كور باسكت كبيرة. ايه ده؟ زقلط خاف ومشي. اخيرا القصة انتهت النهاية السعيدة، والاولاد كلهم بقوا فرحانين بيا عشان كل واحد هيعرف ياكل سندوتشاته في هدوء. انتوا كمان دوسوا اعجاب بالصفحة واعجاب بالفيديو، وشوفونا في فيديوهات تانية.